السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة هعمل صينية رقاق كريسبي من بره وطري من جوه. أهم حاجة نجيب صينية ندهنها زيت أو سمنة أو زبدة. وبعدين الشوربة لازم تكون دسمة، يعني زي شوربة بط أو شوربة لحمة عادية، بس هننزل عليها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، بتدي تست حلو جدا. وبعد كده الشوربة لازم تكون سخنة، وعلشان نعمل رقاق يكون كويس هنعمل 3 رقات و3 رقات فوق. اهم حاجه اللي انا هنزل بالكبشه مره واحده بس على الرقاق، وش وظهر. هننزل بثلاث رقات، وبعد كده هننزل عليها بالعصاج، اللي هو العصاج اللي هو ايه، لحمه مفرومه والبصل وملح وفلفل وبس. وهننزل تاني بثلاث رقات اللي فوق. وبعد كده لما نخلص الكميه هندهنها معلقه سمنه بلدي وكوبايه لبن، وهندخلها درجه الحراره متوسطه، ويطلع بالجمال ده. الف هنا وشفا على قلبكم، مع السلامه.